بكم أعزائي المستمعين في برنامجنا الجديد شارع قنار ومعرض عيون الكاميرا من داخل قصر ثقافة بورسعيد، والذي تم افتتاحه من يوم 23 أكتوبر الجاري. ومعانا الفنان والمصور الأستاذ محمد ساسي. أهلا بيك أستاذ محمد على راديو القناة. اهلا بحضرتك. أهلا بك. كنا عاوزين نعرف أنواع الفن الموجود حاليا في المعرض، وتقدر تدينا فكرة كده عن الموجود وأعمالك المتواجدة؟ بالنسبه للاعمال، هو طبعا المعرض لامم الكثير من فنون التصوير الفوتوغرافي لان هي عديده. بالنسبه لشغلي انا ليا مفهوم معين كده في الصور. من الصوره دي مثلا فيها معنى، لان ست كبيره، فاخدت الكفه بتاعها على اساس ان هو ده الزمن بتاعها، الزمن نقرا منه الزمن، والوقت نفسه هي تمسح عينيها باذنها، فمهما كبرت فلن يمسح دمعك الا لن يمسح دمعك الا كفك مهما كبرت. وخدناها بالابيض والاسود عشان يبقى ليه المفهوم مفروض على طول، ما نروحش الالوان ممكن تشتت المعنى. ده بالنسبه للصوره الاولى. وهي كانت زعلانه علشان لم يصبها الدور في قرعه عمري. انا كانت اللقطه دي عباره عن ده احد الفنون اللي هو بنقول عليه ابستراكت او مقطع تجريدي، اساس يحير اللي شايفه ما يقدرش يعرف ده ايه. لكن هو معمول لسيد اشرف فك العلوي له بالشعيرات اللي طالعه من وعملت ابيض واسود عشان يحير اكتر، لان لو عملت باللون بتاعه ممكن الناس تقرا بسرعه ما تفهمش. فهي فعلا طول الجبال محدش يعرفها. القليل اللي ممكن بيفهم ان دي سيد اشرف. ده احد انواع التصوير التجريدي. ايه؟ يعني اي حد فينا في البيت لو شاف عنكبوت هيدوسوا برجله. انا كمصور بعمل ايه؟ بستفيد منه الاول اصوره. فدول ايه؟ عنكبوتين مش عنكبوت لو حضرتك تلاحظ. في حاله فايتنج مع بعض بيحاربوا، لان كل واحد بيحب يسكن لوحده. فثقافه المصور لازم تساعد في ايه؟ انا عارف ان كل واحد يقعد لوحده، فجيت دخلت واحد على واحد عشان يتعاركوا علشان اخد المنظر ده، وهو محير شويه. وبعدين استفدت من الجماليات اللي فيه الذهبيه. لو جينا هنا بقى الصوره دي هي صعبه التركيز وصعبه المفهوم شويه، لان هي بترمي لمعنيين. المعنى الاول اللون الازرق بنسميه جولد كلر، لون بارد. فانا بحاول اللي متصور بيحاول يتحرر من البروده بالحركه في بحثه عن ذاته، بيبحث عن الذات. فده مفهوم. المفهوم الثاني اللي هو استخراج القوة الكامنة. لما كنا بنحارب ويحصل علينا نقارة ومدفعيات، بلاقي نفسي بقيت 2 وبقيت 3 وبقيت 4 اتحرك. ده حقيقة، دي حقيقة. فالحركة اللي موجودة في فترة الليالي اللي هي من شخص واحد دليل على انه بيستخرج القوة الكامنة اللي جواه علشان يعمل حاجة. وبالتالي الطاقة أعلى من المباني. أعلى من المباني. بالمناسبة الطيبة ده أنا مصور نفسي، أنا بنفذ على نفسي. اتمنى لحضرتك التوفيق استاذ محمد. ربنا يبارك فيك. بس كنا عاوزين نسال سؤال على كميه المشاهدات اللي بتكون متواجده هنا متذوقه لفن حضرتك، يعني بالمعدل اليومي مثلا. هو اول يوم للاستفتاء الحقيقه كان مكتظ، المعرض كان مكتظ بحيث لدرجه عاليه جدا جدا جدا. ودايما في جميع المعارض بيبقى الافتتاح هو الشاهد الاعظم. النقطه الثانيه، الناس لما توقع للروحه بعينها فبتجذبها، يعني اللوحه الاولانيه فيها عامل انساني، حاجات بتوقف الناس كتير. دي عشان المفهوم اللي فيها هتوقف عليها. بالنسبه لي عشان ده فن برضه اسمه مكروه، يعني الاثنين عنكبوت دول حجمهم الطبيعي قد نص قناصه يمكن اقل، بس رجلهم طويله. حضرتك فهو العبره بالاستيقاظ. الناس بتبقى تثبت على حاجه معينه، وطبيعي لو اتفقت الرؤيه الشخصيه مع رؤيه المتلقي يبقى نجاح. لو تعددت الرؤى برضه نجاح، كل واحد بيقرا اللوحه بطريقته.
بالتوفيق. شكرا لحضرتك محمد ساسي، الفنان والمصور الكبير، ونتمنى دائما لحضرتك التوفيق في عيون الكاميرا. انا اللي متشكر جدا واتمنى التوفيق لراديو القناه، وان شاء الله يكون يترجم المعارض ونلتقي تاني ان شاء الله في المعرض. انا متشكر جدا. ومعانا الأستاذ محمد الجندي، الفنان والمصور بمعرض عيون الكاميرا بقصر ثقافة بورسعيد. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بيك. كنا عاوزين ناخد خلفية عن الكاميرا بتاعتك الموجودة في المعرض وأعمالك الفنية المتواجدة حاليا. أنا موجود في المعرض ب4 أعمال، موجود في المعرض ب4 أعمال 4 مختلفين. في هنا دي بتتكلم عن اللحظة الحاسمة، توقيت اتخاذ اللقطة. هي اللقطة يعني موضوع اللقطة الحاسمة، لكن هي لقطة واحدة ما تتكررش تاني في لحظة معينة. يعني اللقطة راحت خلاص، يعني مثلا اللقطة زي دي أنا خدتها والطفلة قامت على طول، الموضوع راح فهي بتاخد في لحظتها. في عمل ثاني هنا في السلطان حسن، عبارة عن يمامة وفي النقوش الإسلامية حواليها، تعبر عن السلام والدين والنقوش الإسلامية. هي واضحة إن هي ممكن تكون السلام الإسلامي أو التسامح الإسلامي في السلام، يعني نفس النطاق. نفس النطاق ده. الربط بين حمامة السلام والنقوش الإسلامية في المسجد. دي هنا الصورة الثالثة دي عبارة عن مسترد خطوط، يعني هو نوع من انواع الفن التشكيلي اللي هو الفن التجريبي. عبارة عن خطوط. هنا المتلقي هو بيشوف المعنى يعني مش كله بيشوف المعنى رؤيته هو، كل متلقي بيشوف المعنى الموصول من الصورة ايه. الرؤية الخاصة له، الرؤية الخاصة بتاعته هو. في هنا دي الصورة 4 وحدية اللون أبيض وأسود. دي عبارة عن راجل ماشي في مسجد في طريق ربنا. بس دول 4 صور أنا مشاركهم في المعرض. نتمنى لحضرتك التوفيق أستاذ محمد الجندي في معرض عيون الكاميرا، وإن شاء الله لازم نشوف أعمال أكتر من كده في الفترة الجاية ونكون إحنا برضو مدعوين فيها بإذن الله إن شاء الله. شكرا لحضرتك على راديو. ومعانا الفنانة هدير محسن في معرض عيون الكاميرا. أهلا بيكي وأستاذتنا هدير محسن على راديو الفنار. اهلا بحضرتك. أهلا بيك. ممكن تكلمينا عن أعمالك الموجودة في المعرض؟ انا مسافر العملين دول، انا مسمياهم غروب وشروق. المكانين دول تقريبا كانوا متصورين في نفس المكان، دول فوق محطة الغاز، متصورة قبل دقايق من غروب الشمس. وده فادتني ان هي طلعت المومنت ده، الدرجة دي بتبقى صعبة ان هي تطلع لان دقايق وبتروح. الصورة دي في الشروق تقريبا الساعة 6:30 الصبح، على اللسان اللي هو بين بورسعيد ودمياط. كان مفيش حد خالص على اللسان الا انا بس بحب اصور في الاوقات دي، ابقى فاضي تماما. صورت يعني انا كنت حابه اللقطه دي، ان القارب على اليمين مفيش حاجه قدامه، الصوره بتدي احساس بريلاكس خالص، هدوء تام، مفيش اي حد في الصوره. طبعا هنا ده الجايد لاين، ده خط المرشد بتاع الصوره، بيساعدني ان انا ادخل من هنا وامشي مع الصوره لغايه هنا، يعني اتجول داخل الصوره. الصوره دي بحبها جدا. جميل ما شاء الله. أستاذ هدير، في أعمال فنية قادمة إن شاء الله بتحاولي تعمليها ولا؟ ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله لو في معرض تاني باذن الله نشارك. إن شاء ده الله. اول مشاركه ليا في المعرض. نتمنى لحضرتك التوفيق أستاذ هدير، وإن شاء الله نكون مشاركين معاكم في المعارض الجاية ونشوف أعمال أكتر من كده إن شاء الله. شكرا لحضرتك أستاذ هدير على راديو الفنار.
ومعانا الفنانة الشابة غادة أحمد على راديو القناة. أهلا بيكي يا أستاذة غادة. عايزين نشوف أعمالك الفنية الجميلة وتشرحي لنا حاجة منها للسادة المستمعين والمشاهدين أيضا على قناتنا في اليوتيوب. أنا بحب أحيي أستاذي أستاذ محمد التافي. أحب أحيي أستاذي أستاذ محمد التافي على مجهوده، هو اللي دفعني دايما للتصوير وإني أشارك في المعرض. أول صورتين عندي هنا هما صورتين عكس بعض تماما. أول صورة المركب تقريبا عايزة أطير، وده حاجة شخصية أنا نفسي فيها، إن أنا أطير. في نفس الوقت بقول لنفسي الصبر جميل. الصورة التانية ليا صورة تقريبا إحساس لصورة إيدي أنا ووالدتي. إحساس حسيته فحبيت إن أنا أشاركه، إن هي والدتي هي اللي بتدفعني دايما للأمام، هي اللي دايما بتحافظ على نجاحي، هي اللي دايما بتشدني. فعشان كده حبيت إن صورة أمي تبقى إيد أمي اللي تبقى فوق وأنا إيدي اللي تبقى تحت. ده نوع من تقريبا أنواع الفن التجريدي. بحاول بس هنا نزلت الساعة 8 الصبح عشان أصور الصورة. حبيت إن أنا أبين الحياة قبل ما تبتدي، الشارع والشغل وكل حاجة قبل ما يبتدي. هو ده شغل. هي فيها رؤية كمان، يعني ممكن نقول إن ده ما لا يراه طبيعي. الإنسان الطبيعي طبعا. طبيعي. احنا بنشوف دايما العربية اللي فوق. دايما بنشوف العربية دايما من فوق. الراجل واقف عليها، ما شفناش قبل كده وهي ما شفناش بقى بعد التعب وبعد الفترة الزمنية الطويلة منذ إنشاء العربية دي لغاية لما تترفع الرفعة دي. نحب نوجه للأستاذة الفنانة الشابة غادة أحمد بالشكر من راديو القناة، ونتمنى حضرتك التوفيق ومزيد من الأعمال الفنية إن شاء الله في الفترة القادمة. شكرا لحضرتك. ومعانا الاستاذ سعد مهدي على راديو القناة من معرض عيون كاميرا متخصص ثقافة بورسعيد. اهلا بيك استاذ سعد. نحب ناخد خلفيه عن اعمال حضرتك الفنيه المتواجده في معرض عيون الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا المره دي الاعمال اللي انا اشتركت دي ثالث مره اشترك في المعرض. المره دي انا بختص بحاجات معينه، والحاجات ديت اللي هي تصوير جزء من الفن الاسلامي زائد جزء تجريبي زائد جزء تجريبي فني، يعني جمع الاثنين مع بعض. طبعا انواع الفنون كثيره جدا او انواع التصوير كثيره جدا، من ضمنها التجريب، لاندسكيب، مباني، عمارات. بس انا حاليا ده مختص بالمباني والمباني الاسلاميه والطراز الاسلامي. يمكن هم دول الصورتين اللي هم كانوا. بدات بالصوره اللي هي ده سبيل المعز. فطبعا انا بصور الفن الاسلامي عموما والتكرار اللي موجود فيه، ومطلعه طبعا ابيض واسود لان هو هنا بيدل على القديم، لان هي حاجه قديمه. فانا بحاول اعتز بيها وبحاول ابين جمال الفن الاسلامي بتاعنا، سواء القديم او اللي هو الاقدم كمان اللي هو كان الفرعوني، لكن انا بعتز جدا بالفن الاسلامي وبالتطورات اللي دخلت عليه. بالتالي لما هنطلق بالصوره اللي بعدها هي بتفيد اللي قبلها، على اساس ان هنا بتفيد اللي هي المشرحيات اللي كانت موجوده، وطبعا الظل الواقع من الشمس على المشربيه. وكان في الاول زمان كان كلهم بيقعدوا في تراس كان كله مشربيه متكلله الشمس من خلاله. طبعا هنا يمكن ملاحظ ان كان كل مشربيه بتختلف عن الثانيه، بتبقى فيها صوره معينه مش بتبان الا بكميه الاضاءه اللي بتدخل فيها، وده بيميز الفن الاسلامي اللي انا حاولت اطلعه. الصوره الثالثه بتاعتي برضه دي بتجمع الافطار شهر رمضان في الحسين. طبعا كلها متكونه من خطوط تقريبا خطوط تجريديه. هو شكل هنا بيجمع كذا حاجه ما بين التجريد وبين المحبه بتاعت انهم بيجتمعوا في وقت واحد عشان بنفطر في وقت واحد. هو دي الحاجه يعني اللي بتميز شهر رمضان، تجمع كلنا كعيله. ده تجريد. اهم ما يميز الانسان، اهم ما يميز
الانسان اللي بيحب تلقائي الخلايات اللي بتبقى اقرب من العين لازم، لان احنا طبيعه الكون كله مدور ككره ارضيه، ككون كله مدور، فهي طبيعه العين دايما بتحب الخلايات، فبالتالي اول ما بنلاحظ ده بتبدا تنجذب العين لها. ده في التجريب طبعا انا لاحظت من نوع على طول، بالتالي بدات اخد زاويه تجريديه وفي نفس الوقت حاجات تقدر العين بتريح كتجريد. انا ده بخلص. أحب أن أتوجه بشكر الأستاذ الفنان المصور المبدع الأستاذ سعد مهدي على أعماله الفنية الرائعة، ونتمنى مزيدا من الأعمال ومزيدا من التوفيق إن شاء الله في المعارض الأخرى التي سنتابعها معكم بإذن الله على راديو القناة. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. ومعانا الاستاذ رجب حمامي الفنان والمصور الكبير موجود معانا في معرض عروض الكاميرا لقصر ثقافه بورسعيد. اهلا بحضرتك استاذ رجب على راديو القناه. اهلا بحضرتك. نحب ناخد خلفيه وشرح او رؤيه عن اعمال حضرتك الفنيه المتواجده في معرض عيون الكاميرا في قصر ثقافه بورسعيد. لو كان او الصور بتتكلم عن شاطئ بورسعيد. شاطئ بورسعيد في جماليات، في حكايات كتير قوي، في مشاهد، في اسرار. الاسرار دي خد بالك احنا بنروح بنتامل هذا الشاطئ، نشوف الاحداث اللي فيه، نشوف الحاجات اللي في لوحات فنيه ممكن انك انت تحطها فيها مواصفات الفن، فيها مواصفات الجمال، فبندرس جمال بلدنا من خلال لوحات، وكل لوحه من دي لها وراها قصه، والقصه دي بتبان في المشهد. يعني انت لما تشوف الصوره تقراها، ودي وظيفه الصوره. وظيفه الصوره هي رساله الى المتلقي، فالمتلقي لما بيشوف الصورة بيشوف الصورة دي معناها ايه، الصورة دي معناها ايه، كل صورة من دول لها معنى ولها حكاية. فاحنا لما نمسك مثلا صورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كل واحدة من دول لها حكاية. مثلا الصبي اللي ماشي على البحر حزين، هو ماشي رغم ان الجمال حواليه لان هو ماشي حزين، وطبعا في نظرات عينيه، في مشية رجليه، يعني شروده وملامحه، رغم ان النورس فوق منه والبحر والشاطئ بالك، ما هو النورس مش ورا منه. والصوره دي خدت منها 18 لقطه. الولد ده او الصبي ده خدت 18 لقطه لهذا الصبي، لان الصوره دي صوره جميله ومعبره، والولد ما شاء الله عليه. يعني انا ما كنت ولا قلت له حاجه ولا حاجه يعرف، لكن هو معبر من نفسه طبيعته. الصوره دي برضه كانت في النوه، وكانت نوه شديده جدا، كنت واقف قدام البحر واخدت كذا مشهد عشان اوصل للمشهد الفني ده اللي فيه نقاط القوه، لان الصوره لازم يكون فيها نقاط قوه، ويكون فيها احساس، ويكون فيها حاجات كتير قوي، تكوين ونداء بصري. فالصوره دي نقاط القوه حضرتك، قوه النوه بقى، والبحر جايب ايه معاه. البحر اهو جايب معاه اهو، في اخره جايب ايه، طبعا وشوف هنا قوه الموج، قوه الموج عامله ما شاء الله بالك، والالوان. دي الام على فكره، النورس ده دي الام قدام حضرتك، عشان كده تلاقي شكلها، ودي واخد بالك زي ما يكون ابنائها او حاجه زي كده اهو. هنا في بالك نقطه قوه، نقطه قوه في الاتلات، واخد بالك كتكوين الصوره، لان الصوره ليها تكوين. فحضرتك
والصوره دي يعني ما شاء الله كتير اثنوا عليها، وناس فنانين كبار قوي يعني على مستوى عالي. نبدا الصوره دي برضو كانت بعد النوع على طول، والبحر طبعا كان البحر طلع بقى الحدف ده اسمه حدف البحر. وانا طبعا تركت الصوره كما هي، لان الصوره لازم تكون صادقه عشان توصل للمتلقي ويقتنع بيها. تمام؟ وفيها عمق، الصوره دي فيها عمق، فيها مدخل، فيها مخرج، حضرتك فيها خلفيه السمك، السمك سحبها البحر، فيها ثلاث خطوط زي الفنون التشكيليه ما بتقول. الفنون التشكيليه لازم يكون في عده خطوط. الصوره فيها عده خطوط، فيها مخرج القوس ده، فيها عمق المركب ده، والمركب دي قوة النوة شوف عملت ايه في المركب، قلبت على المركب على فكرة. رحت بعد النوة على طول. الصورة دي يعني تكوينها بحر بورسعيد بعد النوة على طول بيكون عامل ازاي. والفنان لازم يتحرك. فنان مش صادق يبقى صورة فشل. لازم المتلقي لما يشوف صورتك يقتنع بيها، يقراها صح. مش ممكن يكون عنده ثقافة، لكن ممكن يكون عنده ايه؟ الإنسان وهو يصدق الصورة. الصورة دي برضو دي يعني صورة جمالية، وصورت منها عدة لقطات لغاية ما وصلت ان البحر يجي تحت بموجة عريضة. وطبعا دي في التلت كفن التصوير بعمق بتكوين شايف الالوان الصوره، الالوان والتكوين. وبعدين تحس ان المركب جايه مع البحر، يعني المركب جايه مع الموج بتاع البحر مش رايحه مع البحر. وطبعا دي صور من ضمن مجموعات كبيرة من مجموعة شاطئ الفصاج اللي كله بيتكلم عن شاطئ بورسعيد، حكايات الصيادين، حكايات الفلايك، حكايات المراكب، الناس المصطفين. كل دوت موجود في مجموعة اسمها مجموعة شاطئ الفصاج، ودي احنا عاملينها سواء انا او زملائي مجموعة في ألبومات بتحكي ايه شاطئ بورسعيد وايه الجمال الموجود فيه. اتمنى لحضرتك الاستاذ راجب الحمامي مزيد من التوفيق ومزيد من الاعمال الفنيه الممتعه التي سوف نتابعها في الايام القادمه على عروض الفنار وعلى معارض حضراتكم جميله، ونتمنى مزيد من التوفيق. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا، شرفتونا، ونتمنى ان شاء الله تكونوا دايما ونشوفوا ما هو اجمل ان شاء الله.